5 قضايا يجب على المدرب تشابي ألونسو حلها قبل بداية الموسم. المشكلة الأولى مشكلة رحيل بعض اللاعبين. قائمة الفريق الأول تضم 26 لاعب بوجود غونزالو غارسيا، فلازم على إدارة نادي ريال مدريد التخلص من عدة لاعبين والتعاقد مع اللاعبين اللي يحتاجهم تشابي ألونسو الموسم المقبل. من بين اللاعبين المحتمل مغادرتهم الموسم الحالي وفي هذا الصيف داني سيبايوس، رودريغو، ديفيد ألابا وفيرلون ماندي. فلازم على إدارة نادي ريال مدريد وتشابي ألونسو إيجاد طريقة أو حل للاستغناء عن هؤلاء اللاعبين، وهنا أقصد فيرلون ماندي، ديفيد ألابا اللي يعتبروا عالة على الفريق حاليا، وإيجاد عروض مناسبة للاعبين رودريغو غوس وداني سيبايوس. رودريغو غوس فرصه في اللعب بشكل أساسي مع النادي الموسم المقبل ضئيلة جدا. المشكلة الثانية مشكلة تجديد عقد اللاعب فينيسيوس جونيور. لازم على إدارة نادي ريال مدريد إيجاد طريقة أو حل لتجدد عقد اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور، يا إما تجدد له تعطيه الراتب اللي راه يطالب به وكالة أعماله واللي يقدر 30 مليون يورو، أو أنها تعرضها في السوق، خصوصا أن أندية الدوري السعودي راها مهتمة بالتعاقد معه، خصوصا نادي الأهلي السعودي. حسب الصحفي بن جايكوبس قال أنه أندية روشن السعودي راها مستعدة لمنح عرض 350 مليون يورو لإدارة نادي ريال مدريد للتعاقد مع الجناح البرازيلي الموسم المقبل. فلازم على إدارة ريال مدريد إيجاد حل سريع، يا إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف، لأنه كما تعرفوا إذا بقى فينيسيوس جونيور حتى الموسم المقبل ولم يجدد عقده مع النادي فاحتمال كبير أنه يخرج من الفريق بشكل مجاني حسب ما سمعنا في العديد من الصحف الإسبانية. فالآن الحل يا إما التجديد أو الرحيل عن ريال مدريد بالنسبة للاعب فينيسيوس جونيور. القضية الثالثة هي قضية التعاقدات وملف اللاعبين القادمين لريال مدريد. بعد صفقة كاريراس واللاعب ماستانتونو، ريال مدريد بحاجة لضم لاعب خط وسط مبدع بجانب فالفيردي وغولر، وضم مدافع محوري بجانب دين هاوسن وإيدر ميليتاو وأنطونيو روديغر، خاصة بعد إصابات روديغر وديفيد ألابا وعودة ميليتاو من الصليبي اللي ما عرفناش المستوى تاعها كيف غادي يكون. فلازم على إدارة ريال مدريد تتعاقد مع مدافع محوري، والبروفايل الأقرب حاليا هو إبراهيم كوناتي، بحكم أنه عقده باقي له سنة مع نادي ليفربول. فريال مدريد عنده قوة يفاوض نادي ليفربول على مبلغ رمزي ممكن 30 حتى 35 مليون يورو. فصفقة المدافع مهمة جدا لنادي ريال مدريد للمنافسة على جميع البطولات المتاحة الموسم المقبل، إضافة إلى لاعب خط الوسط. كما تعرفوا توني كروس خرج الموسم الماضي بدون ما تجيب إدارة نادي ريال مدريد معوض له، والموسم الحالي خرج لوكا مودريتش، والآن سمعنا من بعض الصحف الإسبانية تقول أنه إدارة نادي ريال مدريد لا تريد التعاقد مع لاعب خط وسط، لأنه الخيارات المتاحة حاليا في السوق لا تقنع إدارة نادي فلورنتينو بيريز. فصفقة المدافع وصفقة الوسط حاليا لا توجد أخبار كثيرة حول هذه الصفقات. ولكن قبل ما يعمل نادي ريال مدريد هذه الصفقات لازم عليه يتخلص من عدة لاعبين، من بينها داني سيبايوس، ديفيد ألابا ممكن يفسخ عقده، فلورنتينو بيريز ممكن يبيع أنطونيو روديغر لأندية روشن السعودي. فقدوم هذه الصفقات غادي يقابله رحيل بعض واللاعبين مرجح رحيلهم عن ريال مدريد هذا الصيف هما داني سيبايوس ورودريغو. فهذو هما القضايا والمشاكل اللي لازم يحلها إدارة نادي ريال مدريد والمدرب تشابي ألونسو هذا الصيف. لازم إيجاد حل أو طريقة لحل هذه القضايا. خوتي تدعموني في القناة باللايك والاشتراك. نتلاقوا هذه الأيامات في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.